تعال افكرك في 6 ديسمبر سنة 2014 ايه اللي حصل. اللي حصل في الوقت دوت الاهلي كالعادة بيفضل مخلي جمهوره واقف على اصابعه لحد اخر وقت، ولكن في البلس 90 بيخلص الماتش. كان الاهلي بيلاعب في الماتش طبعا الشهير بتاع سيوي سبورت. وقتها ما كانش فيه اي نادي مصري خد الكونفدراليه. الاسماعيلي تقريبا كان وصل للنهائي بس خسر النهائي وما خدش البطوله. فكان الاهلي في طريقه ان هو برضه يكون وصيف وما ياخدش البطوله. في الذهاب كان خسر 2-1. تريزيجيه هو اللي كان جايب هدف النادي الاهلي. وفي العوده لحد الدقيقه 90 طبعا الاهلي كان وقتها داخل القايمه بتقريبا 14 لعيب بس، والموضوع كان صعب جدا وقتها. جاريدو كان لسه جاي جديد بقاله فتره قريبه، ولكن اللي حصل ان الاهلي كالعاده في البلس 90 نجم البلس 90 عماد متعب، النجم عماد متعب دخل. كان انا فاكر الكوره كويس قوي، كوره من عبد الله السعيد ناحيه اليمين بظهر لوليد سليمان، وليد سليمان الرفعه عماد متعب بدماغه هوب جون، هوب الاهلي خد الكونفدراليه وبقى اول فريق مصري يحصد كاس الكونفدراليه. ويمكن هي دي البطوله الافريقيه الوحيده اللي كان النادي الاهلي ما خدهاش لحد الوقت دوت. انا كده خلصت، اشوفكم بكره. تعال افكر.